وراء كل ترتيب بسيط ووراء كل ركن هادئ كاين مجهود ما كيبانش، وكاين قلب كيعطي من وقته وطاقته باش يصنع جو فيه راحة ودفء. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي يمكن كل وحدة فينا كتمناه، هو يكون عندك اختي واحد الدار اللي كيدخل لها واحد الحس ديال الراحة. بيت فيه الهدوء، فيه المحبة، فيه واحد الإحساس زوين اللي كيخلي الإنسان يرتاح حتى إلا كان نهار صعيب. أجي، واش عمرك دخلتي لشي دار وحسيتي بواحد الراحة من أول لحظة؟ حتى لو كانت هاد الدار يعني ماشي كبيرة، الأثاث ماشي شي حاجة واو، ولكن كاينة سبحان الله شي حاجة فيها كتخليك تحسي بالطمأنينة. ومرات كتلقاي شي دار فيها كلشي زوين من ناحية الشكل، ولكن ناقص هداك الدفء. ومرات كنلقاو ديور بسيطة لكن فيها راحة كبيرة، والسبب أن البيت راه ماشي حيطان، ماشي غير حيطان وأثاث وترتيب. البيت اختي هو الناس اللي عايشين فيه، هو الكلام اللي كيتقال فيه، هو الطريقة اللي عايشين بها دوك الناس. وهنا اختي غنجيو لدور المرأة اللي عندها واحد الدور كبير في هذا الجو، ماشي بمعنى انها بوحدها مسؤولة على كل شيء، ولا لانها خاصها تكون كاملة وما تغلطش، لا، ولكن لانها غالبا هي اللي كتضيف بزاف ديال اللمسات الصغيرة اللي كتخلي الدار فيها واحد الروح جميل. المرأة بكلمة زوينة تقدر تبدل الجو كامل، بابتسامة تقدر تخفف على اللي داخل عيان، وبهدوء تقدر تعلم ولادها كيفاش يتعاملوا. ولكن باش تعطي المرأة هاد الشي كامل خاص حتى هي تكون عامرة من الداخل، حيت الانسان ملي كيكون مضغوط بزاف، ملي كيكون قلبه عامر بالتعب، كيولي حتى ابسط الامور كتاثر فيه وما كيقدرش يعطيها. لهذا اول حاجه خاص المرأة تنتبه ليها هي علاقتها مع الله سبحانه وتعالى. اول حاجه، حيت واحد البيت اللي فيه ذكر الله، فيه الصلاة، فيه الدعاء، فيه قراءة القرآن، كيكون فيه واحد الإحساس مختلف. ماشي المقصود أن المشاكل ما غاديش تكون، لأن أي بيت في الدنيا فيه اختلافات وتعب، ولكن الفرق هو كيفاش كيتواجهوا هاد المشاكل. ملي كيكون الإنسان قريب من الله كيولي عنده صبر أكتر، كيولي يعرف يضبط كلامه، يضبط أموره، ويعرف أن كل مشكلة عنده حل بإذن الله. حتى الجو ديال الدار كيتبدل ملي كتولي المرأة كتدخل البركة في نهارها بكلمة بسم الله سبحان الله في كل حاجة، بالشكر على النعم، بالدعاء لولادها وزوجها أكيد. مرات كنقلبوا على السعادة في الحوايج الكبيرة، ولكن كاين بزاف ديال البركة في الأشياء البسيطة. في الصباح ملي تفيقي قبل ما تبداي المسؤولية، خدي لحظة بينك وبين الله. هاد اللحظة تقدر تبدل نهارك كامل، تقدر تعطي قوة باش تكملي نهارك. ومن بعد كاين جانب آخر مهم بزاف وهو العلاقة داخل هاد الدار، حتى إلا كانت الدار نقية ومنظمة، إلا كان فيها الصداع المستمر والمشاكل، الإنسان ما غاديش يحس بالراحة، خصوصا بين الزوجين. أي جوج ديال الناس عايشين مع بعضياتهم طبيعي يختلفوا، لأن كل واحد عنده شخصية وطريقة تفكير، ميمكنش في كل الأوقات متفاهمين. ولكن المشكل ماشي في الاختلاف، المشكل هو ملي كل خلاف كيولي جرح قديم كيرجع كل مرة. يعني إلا كان المشكل يتحل، ما نبقاوش كل ساعة نعاودو نفس المشكل ونهضروا عليه. خاص الإنسان يتعلم يفرق بين المشكلة وبين الشخص. يعني إلا وقع شي خلاف ما نخليش الغضب يخلينا نقولو كلام صعيب يمكن يبقى الأثر ديالو. مرات راه كلمة واحدة في الغضب كتحتاج وقت طويل باش تصلح، والمرأة الذكية هي اللي كتختار الوقت المناسب باش تهضر، ماشي وهي زعفانة وهي غضبانة ولا الطرف الآخر حتى هو طالع عليه الدم كدا نقولو. وحتى الرجل بطبيعة الحال خاصو يعرف أن المرأة ماشي آلة كتخدم وتتحمل فقط، حتى هي كتحتاج كلمة زوينة وتقدير. المهم البيت السعيد ما كيبانش بشخص واحد، وما كيبنيهش شخص واحد، كيبنيه جوج ديال الناس. ولكن المرأة عندها لمسة خاصة في إعطاء الحنان والدفء، والرجل أكيد تحمل المسؤولية والتقدير. أما بالنسبة للولاد فالخلافات بينهم أمر طبيعي، الأطفال كيتخاصموا كيتنافسوا وكل واحد باغي يثبت راسو، يعني الدراري هما هادوك، ما كاين اختي عاد شد ليا ونقطع عليك.
ولكن نرجعوا للدور ديال الأم في هاد الحالة هادي، وهو خاصها تعلّمهم كيفاش يحلّوا المشاكل ديالهم، ماشي غير تبقى النهار كامل وهي كتدخل باش توقّف الصداع اللي بيناتهم زقانته هدانته، خاصهم يتعلّموا يعتذروا، ويتعلّموا أن الأخ والأخت ماشي عدو، والأهم هو الجو اللي كيشوفوه في الدار، لأن الدري الصغير كيتعلّم بزاف من التصرفات أكتر من الهضرة، إلا شاف الاحترام بين الوالدين غادي يتعلّم الاحترام، إلا شاف الهدوء غيتعلّم الهدوء، وإلا شاف الصداع غادي يتعلّم الصداع من طبيعة الحال، غادي يعرف أن المشاكل راه ما كتحلش بالصوت العالي، من كيشوف الأم ديالو والأب ديالو تيتعاملوا بهدوء فهو راه عارف بأن أي مشكل كيتحل بهدوء، وإلا اكتشف الصداع في أي مشكل فهو غيعرف أن الحياة هي هادي. وكاينة واحد الحاجة أخرى غادي نتطرقوا ليها، من الحوايج اللي كتلعب دور كبير في راحة الدار، حتى هي الناس اللي كنخليوهم يدخلوا لحياتنا، ماشي أي واحد كنقربوه من حياتنا، وماشي أي موضوع خاصنا نحكيوه للناس ونعاودوا ليه. الدار عندها حرمة، والحياة الزوجية عندها خصوصية. مرات الإنسان كيكون عنده مشكل صغير، يعني تيكون عندك مشكل مع راجلك ولا مع وليداتك، وبدل ما يتحل هاد المشكل بيناتكم بهدوء داخل هاديك الدار، كيمشي كيتعاود لأهل الزوج لأهل الزوجة، المهم كيف ما كان، أصدقاء كيف ما كان. ماشي معناه هاد الشيء أن الإنسان ما يهدرش مع حتى شي واحد، بالعكس مرات كنحتاجو شي شخص حكيم، وكنكرر شخص حكيم ناخدو منه النصيحة، ولكن خاص الاختيار يكون بالعقل، ماشي كترة الصحاب هي اللي كتجيب الراحة، لا، وماشي قاع الصحاب كيبغيو لك الخير. مرات صديقة وحدة صادقة وعاقلة أحسن من بزاف ديال العلاقات اللي كتجيب غير الكلام والمقارنات. وحتى دخول الناس للدار خاص يكون فيه توازن، الدار هو المكان اللي خاص الإنسان يحس فيه بالأمان، وما خاصش كل واحد يعرف تفاصيل حياتنا، مشاكلنا، طريقة العيش ديالنا. كل ما حافظنا على خصوصية الدار ديالنا كل ما بقات فيها الراحة أكتر. ومن جهة أخرى النظام والنظافة عندهم واحد الدور كبير حتى هما، ولكن بغيت نقولك حاجة مهمة تانية، النظام ماشي معناه نبقاو قاع النهار غير نضفو ونعيو في ريوسنا نهار وما طال، لا، وحيت كاين فرق بين دار مرتبة ونظيفة وبين مرأة مرهقة مهدبة اختي في شغل الدار. الهدف من النظافة هو أننا نعيشو مرتاحين، ماشي أن المرأة تولي خدامة اختي بلا توقف. اللهم انك اختي. وفي الأخير الدار اللي كتلقيها فيها السعادة ماشي هي، ما كيعنيش هاد الشي أنها ما فيها حتى شي مشكل، حيت ما كاين حتى شي دار بلا مشاكل. الدار اللي فيها راحة البال فيها ناس كيرجعوا لبعضياتهم فاش كيتقلقوا، كيعرفوا يعتذروا، كيعرفوا يسامحوا، وكيحاولوا كل نهار يكونوا أحسن من البارح. وأكيد المرأة عندها واحد الجزء كبير. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش اختكم لطيفة بواحد اللايك، هذا تشجيع منكم ليا، وشكرا بزاف بزاف على كاع الناس اللي دخلوا عندي وعجبهم المحتوى. مع السلامة مع موضوع جديد إن شاء الله، تحياتي لكم.